اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله كده هعمل عجينه الحواوشي الاسكندراني يعني الحواوشي عموما بالعجينه. تمام، هعمل النهارده العجينه بتاعته. معايا هنا اهوت. اول حاجه حطاها كده اهوت في الكوبايه كده اهوت. حطيت معلقه خميره اللي هي بمعلقه المعايير، وحطيت عليهم رشه ملح ومعلقه سكر، وحطيت 3 معالق من الدقيق وقلبتهم كده بالميه. شويه ميه صغيرين كده عليهم قد كوبايه ميه مثلا، وبقلبها شويه كده اهوت واحطها تتخمر براحتها على بال ما اجهز بقيه الحاجه بتاعتي. هنا نخلت كيلو دقيق وحطيت عليه كيس من البيكنج باودر، وهحط عليه معلقتين من اللبن البودر، او 3 معالق اهو من معلقه المعايير، المعلقه الصغيره. انا شغاله هنا في المقدار كله بالمعلقه الصغيره مش المعلقه الكبيره. تمام كده خلاص. حطيت اللبن البودر، حطيت البيكنج باودر على الدقيق. ودي طبعا الخميره بتاعتنا اللي هو سكر وملح وخميره، وطبعا الميه بتاعتنا، ومعلقتين او 3 معالق من الدقيق، كوبايه زبادي، كوبايه دقيق، كوبايه زيت، وبقلب كل الخليط ده كده مع بعض. دي كده العجينه بتاعتنا. العجينه دي جميله جدا، هتعجبكم بجد يعني. خلاص كده اهوت. بس بظبط بقى الدنيا كده اهوت، وبعد كده ابدا ان انا اعجن فيها. الميه حسب العجينه ما بتاخد، حسب الدقيق ما بياخد معايا ميه. في دقيق بياخد سوائل كتير، وفي دقيق ما بياخدش سوائل كتير. فده بقى حسب كده اهوت، لان الميه بنزلها تدريجيا كده حسب ما ايدي ما بلاقيها ان هي ايه، العجينه مش محتاجه حاجه تاني. بتبدا تسلت كده بالايد. بص بالشكل ده كده. مش شرط ان هي الايد هتبقى ما فيهاش عجين خالص، لا هي بتبقى بالشكل ده. فبعجن فيها شويه، يعني عجنت فيها حوالي 15 دقيقه عشان تطلع معاكي ناجحه وحلوه. تعجني فيها شويه يعني. خلاص حطيت لها زيت كده، وبحطها في الخمار كده تتخمر، وابدا اعمل في اللحمه بتاعتي. معايا قرنين فلفل كده اهوت، او قرنين شطه، وعليهم قرن فلفل احمر، وبصلتين ولا 3 بصلات يعني حسب الموجودين. الطماطم دي انا قلت ايه، لو لقيت البصل عامل ميه كتير فمش هحطها. فطبعا لقيتها مش عامل ميه كتير، فحطيتها عشان الطماطم بتدي تسكيره حلوه كده للاكل عموما، لاي حاجه بتتحط فيها بتضاف فيها. دي كده الخلطه كلها اللي انا عملتها، البصل على الفلفل على الطماطم، ونزلت عليهم بنص كيلو لحمه مفرومه. احط بقى البهارات بتاعتي، فلفل اسمر وبابريكا وبهارات لحمه، ومعاهم البهارات اللي هو كيس الحواوشي اللي بنجيبه الجاهز ده كده اهوت، واضيفه كلهم كده اهو، شويه الملح بتوعي، وبعدين بعجنها بالشكل ده وخلاص. هي كده خلصت. هسيبها بقى شويه على بال ما العجينه تخمر تكون ايه، ده كمان اخد من بعضه، من طعم اللحم، خدت من طعم الحاجه كلها. تمام. نقفل بس الاصوات دي. خلاص كده بعجنه بقى شويه كده، وهركنه برضو على جنب على بال ما اجهز بقيه حاجتي. نبدا بقى. العجينه بتاعتنا هي اختمرت. بدفلها الفرن انا شويه، عشان بدم مستعجله عليها بدفلها الفرن شويه، وبروح ايه، حطاها في الفرن عشان تخمر معايا بسرعه. بس بدفيه، مش ان انا بسخنه قوي، انا بدفيه. هنا انا جايبه الميزان عشان هوزن القطعه كده، عشان عايزه اطلع كله متساوي حجمه قد بعضه. فببدا معايا هنا اهوت من حاجه و40 لحد 60. بعد كده لو لقيتها 70 بتبقى كبيره قوي وبتبقى مليانه عجين، مش عايزاها كده اهوت. يعني هو الحجم بتاعها من من 49 كده اهوت، من 50 جرام لحد 60 جرام. معايا كمان لحد 69 جرام. يعني انا بوزن كده اهوت. بس اهم حاجه وصلت 70 حاجه و70 لا. ليه؟ علشان هتبقى مليانه عجين، مش هتبقى مليانه لحم. فانا عارفه المقدار ده هيبقى مظبوط معايا، بحيث ان انا هياخد لحمه وهتبقى فيها، يعني هاكل لحم وهاكل عيش معاها. خلاص بصي المقدار بقى هتبقى عامله ازاي، وتبقى في نفس الوقت متساويه كلها. بفردها بقى بالشكل ده كده اهو، واروح حاطه العجين بتاعي ده كده، عشان العجينه ما ارتاحتش ففتحت كده اهوت. هي مش علشان خاطر فيها حاجه، لا عشان ما ارتاحتش، كانت عايزه ترتاح. فطبعا الوقت ما بنيجي نعمل مثلا، ما بنيجي نعمل في رمضان حاجه، الدنيا بتبقى بتحس ان الوقت بقى بيضيع منك وكده. لكن لا، هي اديها راحتها العجينه. حتى ما بنقطعها كده بديها ان هي ترتاح شويه. يعني عملت دول اتقطعوا معايا، وهتلاقوها بعد شويه ان انا بدات ان انا امسكهم واحده واحده، ان انا اظبطها واسيبها عشان ترتاح شويه، المها اكورها مع بعضها كده اهوت. كده معلقه لحمه جواها مع بتعمل معايا عدد حلو يعني من الحواوشي. بيبقى عدد حلو الكيلو، مع نص كيلو اللحمه، كيلو دقيق مع نص كيلو لحمه. بياخد معايا يعني دايما النص كيلو لحمه معاه كيلو دقيق بالشكل ده.
لان بحط كمان معلقه في معلقه لحمه مفرومه جوه الرغيف اهو كده. بعمل كذا واحده كده اهوت، بس ده كله لسه العجينه ما ارتاحتش، عشان كده كل واحده فيهم اتخرمت، يعني ادت فيها خرم كده وانا بفردها، مش ايه، مش بتمط معايا. بس خلاص كده. بصي بقى، بدات ان انا اكورهم كده واشوف اول واحده بدات بيها اروح بادئه بيها بالشكل ده. عملتهم كده اهوت، وببدا بقى من اول واحده عملتها عشان تفرد معايا وما تتقطعش وما يبقاش فيها اي شكل وحش. بس هتلاقوا حتى الحجم بتاعها كلها سوى واحد، يعني مفيش واحده اكبر من التانية، ولا واحده معوجه كده ولا كده، بتبقى طالعه مظبوطه كلها على بعضها. طبعا انت لو مش بالميزان، انت بتحطي العجينه بايديكي كده، بتطلعيها ما بين صوابعك الاتنين كده، وتروحي ايه عاملاها تبقى ايه عشان تبقى مقاس واحد، يبقى كله مقاس واحد. خلاص كده اهوت عملنا كذا واحده كده اهو. طبعا العجينه دي طعمها بصراحه يعني كان جميل جدا يعني. انا دي على طول للبيتزا وللحواوشي، يعني هي نفسها هي عجينه البيتزا، انا بعجن البيتزا بنفس الطريقه، الحواوشي نفس الطريقه. ما جربتوش ان يكون عيش لوحده، فممكن اجرب العجينه تكون عيش بس، يعني من غير ما احط جواها حاجه، يعني اجربها عيش. خلاص كده بقى الكميه بتاعتنا خلصت. شوف بقى، شوفنا عملنا فيها ايه. هنحط بقى معلقه لبن بودر وعليها شويه ميه سخنه صغيره كده اهوت، يا دوبك، بس ما يبقاش ان اللبن خفيف، يبقى لبن تقيل، عشان هحط على الوش كله بدل ما احط بيض وزفاره ومش عارفه ايه. لا، لبن البودره ما بيديش ريحه زفاره ولا بيدي اي ريحه مش كويسه. فكده اهوت، اللي بيحب ان هو العجينه ياكلها حلو من غير ما يكون في ريحه بيض ولا كده، يبقى هي دي الطريقه. هيلون الوش وبيخليه حتى لون ذهبي كمان، بيبقى لونه حلو قوي. هنشوفه حتى في الاخر كده اهوت بعد شويه اهي. هنا كنت بعمل جنبها كنافه، فطبعا القص كده منفعش. بصي ده كده بقى شكلها بعد ما طلعت. ده الفيديو بتاعي خلص، يا رب الفيديو يعجبك.